السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. جيتكم اليوم بوصفة بسكوي رولي بجينواز، تجي هايله طريه ما تتكسر ما والو، وليها كما حبيتي. راكو شفتوها في البدايه تاع لا فيديو. يعني انا اعتبرها من انجح وصفات تاع بسكوي تاع الجينواز تاع بسكوي رولي اللي جربتهم. لهذا الجينواز احتاجت 6 بيضات، انا البيض تاعي صغير. اللي اذا كان عندكم البيض تاعكم كبير تستعملوا 5. اديت هذاك البياض، درت له رشه تاع ملح، من بعد طلعته بالباتر، طلعته حتى ولا شغل رغوه، ما طلعتوش مليح، بدا يولي شغل ابيض. زفت له السكر اللي هو 100 غرام او نصف كاس. انا ساعه الكاس ديالي 250 مليلتر، ولا كيلته بالمغرف 6 ملاعق. حركته حتى ولا لي شغل مورينغ حتى تشكل لي البيك دوازو. من بعد جبت هذاك الصفار، درت له لافاني 2 كيس سكر فانيلا. نتوما ديروا اللافاني اللي كانت عندكم، البودر ليكيد اللي حبيتو. من بعد طلعت او خلطت هذاك الصفار حتى تبدل لا كولور تاعو، حتى ولا لونه فاتح هكذا. من بعد جبت الزيت هنا 4 كاس، ما يعادل 6 ملاعق إلى كيلتو بالمغرف ولا بالميزان 40 غرام. خلطت بيان هذيك الزيت حتى اختفت. من بعد جبت الحليب اللي هو 4 كاس، ما يعادل 7 ملاعق ولا بالميزان 50 غرام. فوالا، نقصت الفيتاس تاع الباتر باه ما يرش. وجبت الفارينة هنا استعملت كاس إلا أصبع. هذاك الكاس إلا أصبع تاع فارينة نقصت منه ملعقة تاع فارينة، عوضتها بملعقة تاع مايزينا. ولا درتو بالميزان انا درت 100 غرام فارينة و20 غرام مايزينا. ولا كيلتو بالملاعق درت 4 ملاعق فارينة وملعقة تاع مايزينا. صيرتها في الصفاية لازم، وضفت عليها ملعقة صغيرة ممسوحة تاع خميرة كيميائية. دخلت هذيك الفارينة بيان مع مزيج البيض والزيت والحليب بالفوي هكذا كما راكم تشوفوا. من بعد جبت كمية تاع بياض البيض وحاولت نخفف هذاك الخليط. في هذه المرحلة ما نتحركوا بسرعة معليش. هنا زدت كمية واحدة أخرى تاع بياض البيض وبديت نحرك بالعقل. من بعد ديت هذا المزيج فرغته على البياض. فوالا، في المرحلة هذه لازم يكون تحريك بالعقل باه ما يهبط لناش هذاك البياض. هكا نبدا نطلع من التحت للفوق من التحت للفوق وبالعقل، باسكو لو كان يهبط لنا هذاك البياض ما راحش تنجح لنا الجينواز. هكا غير بالعقل. انا هنا زربت شويه الفيديو على بها راني نبان شويه راني نزرب، مي انا كنت ندير بالعقل برك. فوالا، حتى نتحصلوا على هذا القوام. بعد جبت سباتولا تاعي وحركت هذاك الخليط باه نتاكد بلي ما قعدليش بياض ماشي محرك هكذا. من بعد جبت سنيوة تاعي اللي المقاس تاعها 40 سنتيمتر على 28 سنتيم، وفرغت هذاك الخليط ديالي وحاولت نسويه جيدا باه ما يجينيش جهة طالعة على جهة. وانا كنت ديجا راني مسخنه الفرن مسبقا على درجة حرارة 160 درجة هكذا. كي نكمل نسوي لها كاع الوجه تاعها نخبطها باش يخرجوا لي كاع الفقاعات تاع الهواء، ونديرها في الفرن لمدة حوالي 12 دقيقة. وهذه هي النتيجة. نخرجها من الفرن مباشرة نقلبها، نديرها بابي كويسون من الفوق ونقلبها، نحي لها هذاك اللي طابت فيه
هكذا. من بعد نروليها في هذاك البابي اللي درت لها. شوفوا كيفاش يجي القوام تاعها، شوفوا كيفاش راني نلعب بها، ما تتكسر ما والو. هكذا نغطيها بيان بالبابي كويسون، ونزيد نديرها داخل المنديل هكا، ونديرها في الثلاجة باه تبرد. بيد ما راهي تبرد احنا نجهزو الكريمه. احتجت فيها كاس تاع بودرة الشونتيي مع كاس ونص تاع كريمه سائله. ولا ما عندكمش كريمه سائله، ديروا كاس ونص بودرة الشونتيي مع كاس حليب بارد. نطلعوهم بالباتر حتى تشكل لنا كريمه. هي الذوق تاع هذه الكريمه كي نديروها بالكريمه سائله مع بودرة الشونتيي يجي احسن من الذوق تاعها كي يكون بالكريمه بالبودرة الشونتيي مع الحليب. اذا كي نكملوا نطلعوا هذيك الكريمه وتكون بردت لنا هذيك الجينواز، نخرجوها من الثلاجه. من بعد نشربوها بالسيرو. هذا السيرو درت فيه كاس ماء مع نص كاس سكر، درتهم في الكاسرونه، حركتهم حتى ذاب السكر. من بعد ضفت لهم شويه عصير ليمون مع شريحه صغيره تاع ليمون، خليتهم غلاو حوالي من 8 حتى 10 دقائق ونطفي عليهم. وشربت الجينواز تاعي بيان. السيرو لازم يكون بارد والجينواز ثاني لازم تكون بارده. من بعد جبت الكريمه تاعي هذيك اللي عمرتها في لابوشادوي باش تسهل لي برك الخدمه. تقدروا ديروها بالمورف. وسويتها كاع على الجينواز، غطيت بها كاع الجينواز هكذا بسباتولا ولا بملعقه ولا باي حاجه. من بعد روليتها دوكا نزيد نعاود نغلق عليها البابي كويسون ونعاود نرجعها للثلاجه باه تتماسك، ونكمل نزينها من الفوق. فوالا نغلق عليها بيان ونديرها في الثلاجه. هنا خلاص كانت ريحت واحد الساعه. من بعد جبتها كملت لها تزيين من الفوق. فوالا طشيت لها شويه تاع الكريمه من الفوق هكذا. وكل ما خليتوها اكثر وقت في الثلاجه كل ما جاتكم سهله في التزيين. هنا نقصت هذوك الاطراف باه تجيني شابه يبان الشكل تاعها، ونحيت لها هذاك البابي كويسون باه نكمل لها التزيين. درت لها دي بتي غوزاس بنفس الكريمه من الفوق. وزينتها بالفراولة، ثم زينوها بأي فاكهة كانت عندكم. لأن هذه هي النتيجة. شاهدكم في الجنة، شهية طيبة. نلتقي في وصفة أخرى إن شاء الله، ومع السلامة.